التمثيل بالنسبة لك ايه؟ شفته ازاي؟ اتعاملت ازاي؟ جالك ايه وانت رفضته؟ حبيت ولا ما حبيتوش؟ يعني احكي لي كده عن التمثيل لطارق الشيخ، كان بص، ايه؟ انا التمثيل بالنسبه لي انا يعني ايه مغامره. فانا ما احب يعني ايه ما بحبش اغامر باللي انا عملته. فاهم. موضوع طالما يعني ما بداتهوش من وانا صغير مش هبداه من وانا كبير. طب ليه ما بدأتوش وانت صغير؟ الفكر اللي كان حوالين مني ما كانش كده. يعني حتى اللي ما كانش كان ده اللي منتشر. يعني لا. ان مغني شعبي يمثل وبتاع مش كل الناس مثلت مش مثلا. منتشر. يعني كان بالنسبه لنا هو الاستاذ احمد عدويه. ماشي، وحسن الاسمر مثل. لا عم حسن في حته تانية لما مثل في حته تانية. ما انا قصدي ان انت برضو خدته مثلك الاعلى. طب ليه ما رحتش زيه لما راح للدراما ومثل برضو سينما كتير ومثل دراما؟ ما هو برضو الاول كنت تلاقي مثلا مطرب شعبي هو المطرب ده اللي في المسلسل في الفيلم. حلو. دلوقتي ممكن تلاقي 5-6 مطربين ب5-6 اغاني. فبقت صراع. شلل. فما بقتش برضو زي زمان. ما بقتش حاببها. انا بالنسبه لي ما حبيتهاش بامانه. فيها مغامره يعني. بالنسبه لك؟ ما هو المغامره بالنسبه لي ان مهما كان الكاميرا بتشد اكتر. يعني انت ممكن تشوف مطرب تحقق في وشه. انما ممثل مش هتحقق في وشه. فاهم. ماشي. لانه ممثل على طول الكاميرا. فانت حفظت وشه في الحته دي. لكن المطرب هتبقى قصدك انك مثلا ممكن تبقى بتتلكك له؟ لا مش بتتلكك له، يعني ممكن تكون شفته في كليب وتقعد تحقق تدقق تقول ده ده هو ماشي. انما الممثل على طول بتشوفه مثلا في المسلسل مثلا حوالي بتاع 40-50 مشهد. ماشي.